سطح يا حلو طل يا حلو سطح نهارنا فل يا حلو سطح يا حلو طل يا حلو سطح نهارنا فل. صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين على عيون حبايب قلبي الحلوين المشتركين واللي لسه مش مشتركين، يا رب دايما في خير وفي احسن حال، اللهم امين. النهارده جايلكم فيديو جميل هيعجبكم من نور رضاكم ان شاء الله. لو اول مره تشوفوني وتشوفوا القناه يلا اشتركوا بسرعه فيها وفعلوا زر الجرس يوصلكم الجديد ان شاء الله. يلا بينا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه النهارده. طبعا عندنا تنظيفات جامده جدا في اوضه الاطفال، صراحه هي الاوضه مش محتاجه تنظيف، الاوضه كانت نظيفه جدا وما كانش فيها اي حاجه لان احنا مطلعينها ومنضفينها مع بعض على العيد، وطبعا بعد العيد برضو بنكنس وننضف من تحت الدولاب. لكن حصل معايا موقف كده، حسيت كده ان في فار في الاوضه مش عارفه. المهم ان انا طلعت كل الحاجه اللي في الاوضه وابتديت ان انا ندور على الفار وفي الاخر ما لقيتش فراق. يعني بص كان موقف جامد جدا. المهم انا النهارده بقى حبايبي زي ما انتم شايفين كده ابتديت ننضف الاوضه دي. المهم ان هي جت كده يعني هنبتدي بقى ننضفها كويس ونرتبها ونظبطها كده، وبرده يعني تعتبر تنظيفة العيد الكبير. المهم احنا ما خسرناش حاجه، ادينا على طول في بيتنا برده هننضفه. ساعات ولادي بيفتحوا الشبابيك ويفتحوا البيبان وكده، فممكن عادي ممكن يخش فار او ممكن اي حاجه تحصل، بس يعني وارد يعني. بس المهم ان انا بنخاف من موضوع الفيران ده خالص يا جماعه. المهم اليوم دوت انا طبعا غفلت الباب وسبته مقفول لغايه ابو سامح ما جه من الشغل. المهم شد الدولاب زي ما انتم شايفين كده وبص وراه طبعا وشال المراتب وشال الحاجه كلها في الاوضه، هو عشان يموت الفار. فطبعا طالما ما لقاش حاجه وهو بهدل الدنيا كده وما لقاش حاجه يبقى خلاص هيضطر ان هو يسيب لي كل حاجه زي ما هي، وانا بقى ارتب تاني الحاجه زي ما كانت. المهم يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده الدولاب اساسا مش محتاج تنظيف، مترتب والحمد لله. فانا هنسيبه بقى يعني الحاجه اللي هي على الماشي كده، الحاجه اللي انا حاسه ان هي عايزه تتنضف بننضفها. المهم ابتديت ان انا نكنس ونفضت طبعا الخشب كله، وهنعدل بقى السراير مكانها كده. انا كنت عايزه نغير السراير، رجعت تاني وقلت لا مش هينفع. زي ما انتم شايفين كده السرير اللي انا ماسكاه دوت فيه خرم صغير من ورا، فانا قلت ممكن يكون الفار في الخرم دوت، فانا مش هنضير السرير عشان خاطر يعني لو في فرو كده صحيح ما يخشش في الدولاب، تمام، لانه لو دخل في الدولاب هيبهدل لي الدنيا. برغم ان انا اليوم دوت بهدلت جدا يعني وكنت تعبانه خالص، بس طبعا يعني انا حتى لو تعبانه مش هنسيب الدنيا برضو متبهدله وهنقعد. ادعولي بقى كده لان معدتي تعبانه جدا ومش عارفه صراحه، يعني عندي وجع في معدتي وكمان وجع في ظهري جامد جدا. فعايزاكم دعاء حلوه كده منكم في الكومنتات عشان ربنا يتقبل منكم دعوه 40 غريب مستجابه. وانتوا طبعا مش غرب عني، انتوا كلكم اخواتي وحبايبي. زي ما انتم شايفين كده حبايبي رتبت بقى المكان اهو زي ما انتم شايفين. وطبعا الحافظه دي هنركنها على جنب لان بعد ما هنسيب ونمسح وكل حاجه هنركنها تاني مكانها. في برضو هنا شويه عفر هنعدلهم، وطبعا الحاجات دي انا مش بنستعملها. الصواني الكبيره بتاعه الكحك دي والصينيه بتاعه الفطار الكبيره دي برضو مش بنستعملها. بنحط بقى كل حاجه مكانها تحت السراير تاني. وحطيت الخشب وبرضو قلت نزعها في الحيطان يعني بحيث ان برضو تكون تنظيفه يعني كامله للاوضه. طالما هي جت بظروفها كده خلاص يبقى ننضف الاوضه كويس ونرتبها كويس. تمام حبايبي. الشباك دوت على منور، فممكن برضو يجي من الشباك اي حاجه كده يعني تخش عندي في الاوضه. بس يعني انا مش على طول بنفتحه والله، بس ساعات ولادي بقى بيفتحوا كده علشان خاطر يهووا الاوضه وكده. ابتدت بقى نكنس الارض كده يا حبايبي. يلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. برضو انت لو عندك شغلانه كده حاولي ان انت تعمليها بدري قبل اي ما يخش عليكي العيد الكبير. وطبعا خلي ايديكي في شقتك على طول، يعني شايفين عشان خاطر انا ايديا في شقتي اهوت على طول نضفت بسرعه. تمام، الاوضه نضفت معايا على طول. ابتديت بقى ان انا ارتب
السراير اهوت وبنفرشها، يعني ايه حاجات خفيفه كده، ورتبت الاوضه وظبطتها وخليت الدنيا زي الفل بالشكل ده يا حبايبي. صلوا على الحبيب المصطفى، واللي مش معايا في القناه قبل كده اول مره يشوف قناتي يلا بسرعه يشترك فيها ويفعل الجرس، وكمان يحط لي كلمه جميله كده منه في الكومنتات. وشكرا جدا على الكومنتات الجميله اللي بتكتبوها لي، طبعا الناس المحترمه على راسي، كل الناس اللي موجودين معايا في القناه يعني كلهم ذوق واحترام، ربنا يبارك فيهم يا رب. وكمان الناس اللي هي يعني مش حباني ومش حابه المحتوى بتاعي وقناتي برضو على راسي، بس يعني يا ريت برضو يعني يكونوا خفاف، يعني لو هم مثلا مش حابيننا يعني ما فيش داعي ان هم يخشوا اصلا عندنا. فاهلا وسهلا بالناس كلها، وطبعا على راسي حبايبي، ويا رب كده يجعلكم سند ليا على طول في الدنيا ان شاء الله. المهم بعد ربنا طبعا هنا بقى حبايبي ابتديت بقى نلبس كل المخدات كده. الملاية انا بنحطها كلها مع بعضها لما بنيجي نطبقها، يعني بنطبق الملاية في الوش بتاعها في الخدة دي بتاعتها، بحيث ان انا لما نيجي نطلعها ما ندوخش على حاجة في الدولاب يعني. تمام حبايبي بالشكل ده اهو. وطبعا ابتديت ان انا نلبس بقى بقية السراير. طبعا الفرش بتاع السراير اللي هو بتاع المرتبة ده انا كنت شايلاه وغسلاه وما كنتش ركبته، استغليت الفرصة برضو وركبته النهاردة يعني، وعدى من عليا وكده. كنت ناويه اركبه على العيد الصغير، بس مش عارفه ايه اللي خلاني كسلت، وبعدين هو بيبقى متعب جدا لما بنيجي نركبه. لكن طبعا انا استغليت الظروف يعني، وقلت طالما هي المرتبه كده كده منشاله فانا نضطر ان انا نركبها يعني وكده ونظبطها. فهنا بقى رتبت كمان السرير التاني ده. انا كده يعني عملت السريرين عكس بعض، وسحت الاوضه لما كانوا بالطول قصاد بعض وكده مع الدولاب، كان عامل المكان كان صغير، لكن بسم الله ما شاء الله دلوقتي انا بنفرش الحافظه هنا في المكان ده واسعه جدا. يعني ممكن لو مثلا في الشتاء كنا بنبقى قاعدين في الاوضه دي، اوضه المعيشه يعني بالنسبه لنا، فكانت المكان كان صغير. لكن دلوقتي لو انا مثلا قاعده في المكان دوت في الشتاء وكده هيكون جميل جدا. ممكن برضو نحط التلفزيون فيه، ممكن نحط مثلا الشاشه، ممكن نحط مثلا مثلا نتعشى او كده، وعادي مفيش مشكله يعني. المكان هيبقى واسع وكل حاجه. هنا طبعا البطاطين الخفيفه دي انا كنت بقى شلت البطاطين التقيله كلها، ومفيش غير البطاطين الخفيفه دي، برغم ان هم مش بيضغطوا بيها، لكن برضو انا بنحط لازم نحط البطانيه. امل عماله تعاكس فيكم. هنا بقى يا حبايبي هنرتب البطانيه، كنت عايزه نعملها سمبوسك كده، لكن رجعت تاني لو قلت السرير هيبقى صغير وكده فرجعت طبقتها عادي يعني. وخلاص كده حبايبي هنبدا بقى نحط بشويه برسيل كده في الميه، وما نحطش كتير علشان ما تعملش رغاوي ويعني وتبين في البلاط وتجير فيه وكده، لا بنحط شويه صغيرين بس للريحه وتنظيف المكان، وشويه كلور، اهم حاجه شويه الكلور اللي هما بيخلوش ريحه البلاط مزفر وكده. هنا بقى يا حبايبي هنبتدي بقى ان نمسح الارض كويس بالشكل ده زي ما انتم شايفين. طبعا عايزاكم بقى تشجعوني كده في القناه وتكبروا لي القناه شويه علشان خاطر ان شاء الله يوصلكم الجديد مني. وكمان عايزاكم بقى على قد ما تقدروا ان انتوا يعني يعني تخلوا القناه دي تتفعل بسرعه. انا يعني حابه ان القناه تتفعل، بس طبعا الساعات لسه شويه خالص معايا، وانا بقى يعني كل واحد على قد مقدره الصراحه يا جماعه. فانا الحمد لله يعني راضيه ان شاء الله هتتفعل على ايديكم ومشاهدتكم الفيديوهات بتاعتي، واللايك اللي انتوا بتحطوه لي على الفيديو هو ده اللي بيفعل القناه وبيكبر القناه. فيا ريت تتفاعلوا مع القناه بتاعتي شويه. وهنا بقى حبايبي خلاص خلصت. انا هنا بقى حاطه يعني الشباك كده كنت غفلاه ففتحته طبعا علشان كنت حاطه حاجات عشان الفار ده يموت من غير ما نضربه كده، فعشان ريحه الاوضه تبقى حلوه فتحت الاوضه برده كده بالشكل ده. وخلاص رتبنا كل حاجه وظبطنا كل حاجه. وهنا انا بقول لكم ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس يوصلكم الجديد ان شاء الله. انا ما رضيتش برده هنوريكم صوت امل وهي بتتكلم معاكم وكده. حبايبي خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا ونسيبكم في رعايه الله ومع الف سلامه.